الحياة ساعات بتبقى عاملة زي الموج العالي، موج اسمه ديون، موج اسمه التزامات مدرسية ومصاريف مدارس، وموج اسمه جواز. احتمال يبقى في موجة كبيرة اسمها جواز مش مرتاح فيه، أو موج اسمه طلاق، وكل موجة بتحس إنها أكبر من طاقتك. تشتغل وتلاقي نفسك مش لاحق تعدي الموجة، مش لاحق حتى تحب أو تتحب، مش لاحق تشوف نفسك أو طموحك. هقولك على حاجة، الموج مش هيقف، ولو استنيت الظروف تتعدل عمرك ما هتعرف تعيش. الحل إنك تعوم عكس الموج. طب إزاي؟ توقف تفكر بنفس العقلية اللي كانت سبب في المشكلة واللي حطتك في الزنقة دي. ابدأ درب دماغك على خلق حلول جديدة، حلول خارج الصندوق. شوف ايه اللي عندك من مهارات حتى لو بسيطة، حاجة تعرف تعملها، خدمة صغيرة، حاجة اونلاين، او باب جانبي يزود دخلك ويقلل من ضغوطاتك. رتب اولوياتك، في حاجات لازم النهاردة وفي حاجات ينفع تستنى. المهم ما تخليش الموج ياخدك لتحت. الازمات مش عشان تغرقك، الازمات معمولة عشان تطلع احلى نسخة منك. الموج هيعلى بس انت كمان لازم تعلى فوق الموج.